السلام عليكم ورحمة الله. يا صباح الفل والهنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم وان شاء الله كده. يعني النهاردة يوم الجمعة عندنا مختلف شوية. صحيت الصبح يا جماعة وقيس فجأة كده، يعني صاحيين في امان الله، والا ان جوزي مش طايق نفسه بامانه، ولا طايق الولاد، ولا طايق حد اصلا في البيت. هو ما نزلش النهارده خالص، فكان قاعد لنا. ويا جماعه على راي المثل، قعد الراجل في الدار زي الندب بالطار، يتخانق مع العيال. وطوا صوتكم، انا مش طايق صوت حد، انا مش عايز صوت حد. يا نهار ابيض، طب انا هقعد في الوش دوت وجع الدماغ ليه؟ يعني انا ايه يجبرني ان انا اقعد في النكد ده؟ النور قطع كمان، يعني خلاص كده حسيت ان هو ايه، عارفين انتوا اللي هي من كل ناحيه اللي هي غفلقت. قلت لهم لا يلا بينا، قوم البسوا بسرعه. لبسنا كده على ضوء الكشاف والله العظيم. قلت لهم يلا بينا ننزل. عملت ميه مغليه وحطيتها في الترمس بتاعي، وتعالوا نشوف شنطه حمزه دي بقى. جبت لهم كده اندومي، عشان انا عارفه اولادي كل يوم يروحوا فيه النادي بيحبوا ياكلوا الاندومي ده. فجبت لهم 3 اكياس اندومي، وجبت عصير لسيله، وجبت لها علبه زبادي. شايفين السكر يا جماعه؟ يا نهار ابيض هي تاخد العصير من هنا تديك بص على طول من هنا. وجبت بسكوت ساده بقى كده، وجبت بسكوت اوريو. يعني كل الحاجات دي كانت عندي من البيت، ما جبتش غير الاندومي بس. وقلت اخدهم واروح اقعد في النادي. ما عندناش تدريب النهارده ولا اي حاجه يعني، بس بصراحه القعده في النادي حلوه جدا وتريح الاعصاب، ولا ان اقعد قدام جوزي هو يقعد يزعق للعيال وانا اتدخل في الموضوع، هيقوم حريقه في البيت والله العظيم بجد. فانا قلت اخدها كده من قصيرها، وابقى ست عاقله كده، وست شاطره، وست محترمه واخد ولادي وانزل بيهم اريح دماغي. بذمتكم مش هو كده الصح؟ على ما هو كده يهدى كده. الله اعلم هو ايه اللي مضايقه يعني، بس هو بجد صاحي بيقول يا شكل للبيع. فهيجي في ولادي، عارفين، هيحط غيظه في الولاد وممكن يقوم يضربهم. طب وعلى ايه؟ وانا كده كده يوم الجمعه ده بخليه يوم خروجه اصلا، بحب اخرج فيه انزل في اي حته، ومعظم الوقت بيكون اللي هو النادي ده، لان هو اقرب حاجه لينا جنبينا يعني. فبستسهله بصراحه، يعني ما بتركبيش ليه مواصله ولا اي حاجه. باخد العجله بتاعتي بتاعت سيله، واحط سيله فيها واخدها واروح. وتلاقوني واخده مثلا الشال بتاعي بقى كده في الشتاء، عشان لو سيله نامت مني اغطيها ونقضي يومنا. انا فضلت قاعده يا جماعه من حوالي الساعه 3 او 4 لحد الساعه 8 واحنا قاعدين هناك. بصراحه انبسطنا جدا جدا. وفي يعني بيحصل حاجات كده انتي مش حاسبالها، عارفين؟ يعني احنا قاعدين عادي، ما كانش معايا اي حد، ولا اختي، ولا مثلا حد من سلايفي، ولا اي حاجه. ساعات كده كنا بنتقابل صدفه، لكن اختي كانت بتروح معايا على طول، بس كمان هي كمان ايه مش موجوده، هي مسافره. فقلت لهم تعالوا هنروح لوحدينا، المهم ان احنا ايه ننزل من البيت. بذمتكم مش هو ده الصح اللي انا عملته؟ نزلت عملت لهم الاندومي، وكنت واخده لهم معايا كوبايات اللي هي دي عشان اعمل لهم فيها الاندومي بتاعهم. والولاد جرجروني للرذيله. الاندومي ده انا ماليش فيه خالص، مش من محبينه ولا عاشقينه ولا اي حاجه، ولكن بحب ريحته. اشم الريحه اللي هي ايه، ريحه التوابل بتاعته. فالواد ياسين اغراني المره دي وقال لي يا ماما انا هجيب لك معانا اندومي طعمه حلو. انا دقته معاهم قبل كده، بس انا ادوقه، ولكن مش يعني مش ان انا اروح اشتري واحد كده مخصوص علشان اكله ولا الكلام ده، لا خالص. ادوق من الولاد كده او كل فين وفين. فهنا طبعا انا بهزق ياسين، هو عمل حاجه ضايقتني فطبعا وشي ورياكشناتي باينه. انا بقعد اضحك على نفسي قوي لما اقعد اتفرج بعد كده واكتشف البلاوي دي. وطبعا سيلا عايزه تدوق الاندومي، اقول لها سخن، هي مش مقتنعه، فقلت لها دوقي بقى. وقعدت عملت لهم وليه اندومي. بجد اليوم كده تحفه وجميل، والجو حلو، والجو كان عامل يعني زي الخريف كده، ولا هو ساقعه ولا هو صيف. فالقعده كانت جميله جدا. العيال ولادي بقى ان هم يسكتوا لحد كده، لا طبعا احنا كلنا وانبسطنا. وعملت نسكافيه لنفسي. عايزه اقول لكم ان الترمس ده حلوه قوي قوي. يعني انت كده تخليكي ست شاطره وتاخدي معاكي الترمس. وشوفي انت بتحبي مشروب ايه. انا خليت الترمس فيه ميه بس سخنه بتغلي، وخدت النسكافيه لوحده. حابه تاخدي بقى معاكي شاي، حابه تاخدي معاكي سكر، الميه اللي بتغلي دي بتنفعك كتير جدا بصراحه. بس انا نسيت اخد معايا ازازه ميه المره دي، فيعني تفتكري حاجه وتنسي حاجه. بصوا، مستخبي ورا سيلا وهو بياخد وهو بياكل اندومي عشان ما يبانش حاجه مهزله. طبعا معانا اليوم هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو بقى كده وبتشوفوني لاول مره، ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش، وصلوا على النبي في كومنتات، بما ان النهارده الجمعه كده. المهم بقى قاعدين الولاد يقولوا لي زهقانين، يا ولاد قوموا العبوا مع الولاد، اتعرفوا على ولاد كده والعبوا معاهم. لا يا ماما اصل احنا مش عايزين نلعب مع حد. لا يا ماما مش عارفه ايه. قلت لهم خلاص خليكم قاعدين مكتئبين كده،
قمت انا اتمشيت شويه في النادي، وعلى ما رجعت سبتهم على الترابيزه، لقيت هنا لقت واحده صاحبتها معاها في المدرسه، جابتها عشان تسلم على المهم بقى كده. طبعا صاحبتها دي ما شاء الله كان معاها بقى قرايبها كذا حد، ولقيتها انا جايباهم لي بقى ما شاء الله كده، وجايه ماما تعالى عايزين نلعب. تلعبوا ايه يا ولاد؟ وانا بقى بصوا ببقى اعيل من العيال ذات نفسها في المواقف اللي زي دي، والله العظيم بصوا بتحول. تعالوا اوريكم بقى جبنا العيال وعملنا ايه، تابعوا معانا. اسرع اسرع. لميت العيال في النادي كلهم وجيت العبهم. ايه رايكم يا جماعه؟ حلوه قوي التفاهه دي برضو ليها نصيب. يلا 3 2 1. اسرع اسرع. ها مين خسر؟ يا فريدة معلش هارد لك يا فريدة. يلا روحوا اقعدي هناك. اسرع اسرع. معلش تتعود. يا ترى مين يا جماعه هيكسب؟ توقعوا معايا مين اللي هيكسب كده فيهم. هنا وياسين اللي باقيين وصاحبة هنا. يلا يلا اسرع اسرع اسرع. يا نهار ابيض. ها تعبتوا؟ نكمل يلا. ايه ده؟ هنا وياسين اللي باقيين. يا نهار ابيض. طب ثواني، اللي هيكسب ايه اللي هيحصل؟ يلا نكمل يلا. لا ما تخبطش عشان لما اجي اشيل ايدي ما يتلخبطوش. اوكي يلا بسرعه شويه. لا ابعدوا عن الكرسي. لا 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 ده كده خم. ابعدوا عن الكرسي. لا لا ابعدوا عن الكرسي، محدش يلمس الكرسي. اللي هيلمسه هيبقى هو اللي خسران. مش عايزين نخم. يلا ياسين شيل ايدك. اسرع. سقفة كبيرة لياسين يا جماعة. يلا سقفة كبيرة لياسين. مع ياسين خد شوكولاتة عشان هو اللي كسب. يلا هنا اللي كسبت. يلا سقفة كبيرة لهنا بقى. سقفوا لها سقفة كبيرة. انا ما سقفتيش. سقفوا لك والله.